النهاردة في الحلقة عندنا ضيف اسمه الشمبانزي. ده هو يعتبر موضوع الحلقة بتاعت النهاردة، بس الأول خلينا نفهم حاجات مهمة عشان نعرف نحل المشكلة. الكل بيتكلم عن إنك لازم تخرجي من منطقة الراحة، لكن محدش قالك هي ليه أصلا موجودة، وليه علينا بيحبها كده، وليه عقلك بيقاومك كل مرة تحاولي تنجحي فيها. يمكن إحنا بنفشل في الخروج منها عشان أصلا مش عارفين هو أصل المشكلة فين. ازيكم، انا نيهان وده بودكاست لمنى. انا هدفي من القناة دي هو اني اترك اثر طيب واحاول اساعد البنات على تطوير ذاتهم بعيدا عن الكلام المتكرر او التنمية البشرية المزيفة. هنتكلم النهاردة عن اكبر مشاكل العصر، ليه مش عارفين نخرج بره منطقة الراحة. الاول لازم نفهم مخنا شغال ازاي. مخنا متبرمج على النجاة مش على الإنجاز. إزاي الكلام ده؟ الإنسان البدائي زمان أهم حاجة كانت بالنسبة ليه هو إنه ما يموتش، ما يتعرضش للخطر، وعشان يحقق ده كان أهم حاجة عنده هو توفير الطاقة. قبل ما نفهم هو كان بيوفرها إزاي، نفهم ليه أصلا كان بيوفرها. زمان ما كانش فيه أكل جاهز ولا ترفيه ولا إنه يلاقي سوبر ماركت ولا حتى أكل مضمون كل يوم، فبالتالي كل ده محتاج منه مجهود بدني رهيب وبذل طاقة كبيرة جدا عشان يخرج يصطاد أو يدور على أكل. ومش بس كده، كمان إنه لو طلع عليه أسد أو نمر أو حيوان مفترس، إزاي يحمي نفسه أو يهرب منهم. عشان كده ما كانش بيتحرك إلا للضرورة فقط، يعني عمره ما قال أنا هتمشى للتسلية مثلا أو إنه يطور ذاته أو الكلام ده زينا. مفيش حاجة عنده اسمها أنا هقوم أعمل حاجة مفيدة ليا بس مش ضرورية. ليه؟ عشان يوفر طاقته للصيد والتدوير على الأكل وحماية نفسه من الحيوانات المفترسة. برمجة دماغ الإنسان البدائي دي فضلت معانا لحد الآن وأثرت علينا بشكل كبير، وعشان نعرف إزاي أثر علينا وإيه هو الحل، نعرف الأول هو كان بيوفر طاقته إزاي. الإنسان البدائي كان دايما بيختار الطريق الأسهل، يعني هو قدامه طريقين: طريق يروح يصطاد فيه غزالة وياكلها، بس ممكن يتصاب، ممكن يموت، وهيستهلك منه مجهود بدني كبير، يعني حياته هتبقى في خطر. الطريق التاني هو شجرة فيها فاكهة ياكل منها، أو بقايا صيد قديم، أو حتى يستنى فرصة أسهل. فهو تلقائيا الإنسان زمان كان بيختار الطريق الأسهل، الطريق اللي مفهوش مخاطرة، اللي مفهوش احتمال فشل أو مخاطرة بحياته، اللي هو الاختيار التاني، الشجرة اللي فيها فاكهة أو بقايا صيد قديم. فبالتالي مخه اتبرمج على النجاة والأمان، مش المجازفة أو التطوير. طب ده ايه علاقته بعقل الإنسان وجسم الإنسان الحديث دلوقتي اللي هو احنا جسمنا اتطور، بس برمجة مخنا للأسف لسه قديمة شوية، لسه متبرمجة على النجاة مش على الإنجاز. طب إزاي وهو مفيش احتمال إن نمر ولا أسد هيقتلنا والأكل متوفر لينا وعايشين في بيوت وكل حاجة تمام؟ البرمجة دي بتحصل معانا دلوقتي كالآتي: بدل ما تهربي من النمرة أو الأسد، بقيتي تهربي من المذاكرة، الشغل، بذل مجهود بدني. بدل ما تهربي من مجازفة إنك تصطادي غزالة وتتعرضي للخطر، بقيتي تهربي من إنك تاخدي كورس أو تقرأي كتاب. وبدل من ده بتفتحي السوشيال ميديا وتبدأي تسكرولينج. يعني برمجة الراحة والاختيار الأسهل لسه موجودة، هي بس الطريقة اللي اتغيرت. ببساطة المخ لسه متبرمج على الإنسان البدائي، فهو مفكر إن لما تختاري الطريق الأسهل إن هو كده بيحميكي وخايف عليكي من الخطر. عشان كده مخنا حاليا اللي هو الإنسان الحديث بقى مقسوم اتنين: الشمبانزي والجزء العاقل. الكاتب سماه شمبانزي اللي هو مخ الإنسان البدائي اللي اتبرمج على النجاة، والجزء العاقل اللي هو عاوز يطور من نفسه ويخرج بره منطقة الراحة. وطول الوقت بيحصل بين الاتنين دول صراع. الجزء العاقل يقولك يلا نقوم ناخد كورس إنجليزي، بعد 5 ثواني بالظبط الشمبانزي يتدخل ويقولك استني، الموضوع صعب، كورس ايه اللي تاخديه؟ طب ما تأجلي لبكرة، مش هيجرى حاجة يعني، مش وقته دلوقتي على فكرة خالص، ما انتي قاعدة في أمان الله وحلوة اهو، ومالها لغة الأم بتاعتك، ما انتي بتتكلمي عربي لبلب اهو، إنجليزي ايه بس اللي تاخديه؟ مثال تاني: أو مثلا الجزء العاقل يقولك يلا نروح الجيم أو نمشي 1000 خطوة النهاردة، بعد 5 ثواني الشمبانزي يتدخل ويقولك استني، انتي لسه هتقومي تغسلي وشك وتغيري هدومك وتلبسي الكوتشي وتدوري على الشراب. لا 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 لا، ما ينفعش، ما تقعدي، ده ممكن يكون خطر عليكي. طب ما ممكن وانتي نازلة على السلم تقعي ورجلك تتكسر ولا عربية تخبطك ولا توك ولا حاجة. خليكي يا ستي قاعدة أحسن، بلا جيم بلا وجع دماغ، وفلوس الاشتراك دي هاتي بيها بيتزا وشوفي لك مسلسل اهو انبسط. هنا الشمبانزي لما بيتدخل بدأ يحلل زيادة
يخلق أعذار يقنعك تأجلي، وكل ده مخ غلبان على فكرة، هو مفكر إنك بدائية وبيحميكي من خطر الموت من الأسد. مثال تاني، مثلا صاحبتك اتأخرت عليكي في الرد، الجزء العاقل هيقولك أكيد مشغولة أو مش فاضية حاليا، عادي يعني إيه المشكلة؟ لكن الشمبانزي يتدخل ويقولك لا على فكرة هي فاضية بس مش مهتمة بيا، دي أكيد بتكلم البنت الجديدة اللي اتصاحبت عليها ونسيتني، دي هتبعد عني زي اللي قبلها. وهكذا. الكاتب قال هو في حلول، بس أهم حاجة إنك ما ينفعش تقضي على الشمبانزي. إنك تقضي على الشمبانزي ده مستحيل، لأنه جزء أساسي من تكوينك، ربنا خلقه، هو المسؤول عن الجزء العاطفي وغريزة البقاء. يعني هو اللي بيخوفك من الخطر، هو اللي بيخليكي تهربي لو في حاجة مؤذية، هو برضو بيحميكي من قرارات متهورة كتير. يعني مثلا دلوقتي انتي ماشية ولقيتي شارع ضلمة وعايزة تدخلي فيه، الشمبانزي هيحميكي ويقولك لا ده خطر، ابعدي وامشي في شارع فيه نور أضمن لك. مشكلة الشمبانزي انه غبي شوية، هو بيستخدم نفس النظام بس على حاجات مش خطر اصلا. يعني هو بالنسبة له خطر موتك من الأسد هو نفس خطر إنك تاخدي كورس جديد، إنك تبدأي مشروع جديد، إنك تلعبي رياضة، تبدأي تغيري حياتك، تبعدي عن عادة سلبية، ابدأي عادة جديدة. فاحنا محتاجين إنه نفهمه بالراحة إن في فرق بينهم. الشمبانزي بيخاف، بيقلق، بيندفع، بيحب الراحة الفورية. هدفنا مش نلغيه لكن نحطه في المكان الصح، ودي خطوات مثبتة علميا وكمان عن تجربة إن إحنا إزاي نتعامل معاه. أول وأهم قاعدة، قاعدة ال5 ثواني. أول 5 ثواني بيكون الجزء الشمبانزي نايم ومش ظاهر، فالوقت ده استغليه. لما تجيلك أي فكرة مفيدة تعمليها قومي فورا واعمليها. أنا هقوم أتمشى أو أروح الجيم، يبقى تقومي فورا وتلبسي وتجهزي. أنا هقوم أكمل الكورس اللي مأجلاه من أسبوع، يبقى تقومي على طول وفورا وتكمليه. انتي هنا بتكوني انتي المسيطرة وانتي المتحكمة. تاني خطوة هي ما بعد ال5 ثواني. ما بعد ال5 ثواني الشمبانزي بيصحى وهيبدأ يخلق لك أعذار وحجج وخوف وقلق وعياط. طب تتصرفي ازاي؟ بس هنا أعذاره هتبقى قليلة شوية، هيبقى موقفه ضعيف. عارفة ليه؟ لأنك أخدتي حركة، لأنك قمتي وحركتي جسمك فورا، قمتي لبستي، قمتي سبتي الموبايل، مسكتي الكتاب. انتي هنا ما اديتلهوش أصلا فرصة إنه يفكر، وحتى لو فكر موقفه هيبقى ضعيف. بس برضو عشان أفكار الخوف والقلق ممكن ترجعك، ازاي تتصرفي وقتها؟ تالت خطوة، عدي من 1 ل5 بالعكس. ليه بالعكس؟ لأن عقلك لو عديتي من 1 ل5 عادي، ده فعل انت بتعمليه من صغرك وانت في الحضانة، مش هيحس بفرق. لكن انت هنا عديتي بالعكس من 1 ل5، هنا مخك هيتهيأ انه أول ما يشوفك بتعملي كده يبقى الجزء العاقل بيرجع لك تاني، وبتقولي للشمبانزي نام دلوقتي مفيش خطر، ده مجرد كورس هاخده أو جيم أو مهمة بسيطة هعملها. وهنا تيجي رابع خطوة، لو الشمبانزي سائك قوي في التفكير وقالك لا كورس ايه اللي تاخديه، اكل صحي ايه اللي عايزة تاكليه، او افكار قلق او خوف او توتر من اي تجربة، انت لازم تتناقشي معاه زي الطفل الصغير. اولا لازم تعترفي بالخوف او القلق، يعني قولي لنفسك انا خايفة، انا متوترة فعلا، متوترة من اني اخد خطوة جديدة، ابدأ مشروع جديد، انزل الجيم، اغير حياتي، ابدأ عادة جديدة. بس ده طبيعي جدا ودي مشاعر طبيعية، لكن انا هجرب بنفسي، وبما اني خلاص اخدت الخطوة وقمت وجهزت نفسي وهيأت جسمي يبقى لازم ابدأ. انتي هنا ما قومتيش الشمبانزي، انتي احتويتيه، قلتيله انا عارفة انك قلقان وخايف وده طبيعي جدا، وده اعتراف منك للشمبانزي، مش هيفضل يقاوم فيكي وهيكون موقفه ضعيف وهيبدأ يهدى. كمان انك اخدتي خطوة جسدية ودي مهمة جدا، اللي هي كانت اول خطوة، وكمان قلتي انك هتجربي حتى لو انا حاسة بخوف او قلق. انتي كده كسرتي عنده سلسلة الاعذار، اعترفتي بمشاعره، اخدتي خطوة جسدية، وضعفتي موقفه. وده هيودينا ل5 نقطة، مفيش أسد ولا نمر. تعرفي تضحكي على الشمبانزي؟ يعني مثلا لو انت عايزة تنزلي تتمشي قولي ليه لا 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 انا بس هقوم البس الطقم الجديد اللي انا عايزه اجربه او لفه طرحه جديده، مش اكتر، ده شيء طبيعي كلنا بنقوم نحرك جسمنا ونجرب. او تقولي انا بس هقوم افتح الكشكول كده، مش هذاكر، لا 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 لا، بس هروق المكتب عشان النظافه، فيها ايه يعني، انا بس هسيب الموبايل 5 دقايق
وأحرك جسمي وهرجع تاني ما تقلقش. هنا الشمبانزي هيبدأ يهدى ويقول خلاص جربي الموضوع مش خطر. هنا انتي بتبرمجي مخك على ان مفيش اصلا خطر، مفيش خطر لما نجرب، لما نتحرك، لما نعمل شيء جديد، ان مفيش اسد ولا نمر ولا حاجة، ده مجرد كتاب هنفتحه ونقرأ فيه، او مجرد اني هغير هدومي، انزل الجيم، اتمشى، ابدأ مشروع جديد، ابدأ كورس جديد، اتعلم لغة جديدة، مجرد انترفيو هحضره عادي. هنا انتي بتشتغلي على اصغر خطوة ممكنة. صغري المهمة جدا. الشمبانزي بيخاف من تغيير الكبير، زي انا هغير حياتي، انا هخلص 20 حلقة من الكورس، انا هلعب ساعتين رياضة، لكن مش بيخاف من الخطوات الصغيرة. انا هبدأ بكرة اصحى بدري ساعة، انا هنام بدري ساعة عن النهاردة، انا هخلص حلقة واحدة بس من الكورس، هلعب رياضة لمدة 5 دقايق بس. لما تكوني عايزة تبدأي شيء جديد حاولي واحدة واحدة وبالراحة، وخدي خطوات صغيرة خالص، زي ما اتكلمنا في حلقة بتاعت ليه بترجعي لنقطة الصفر. والحلقة دي مهمة جدا عشان هي مكملة للحلقة دي. الحلقة دي هتفهمك ازاي تخلقي عادة جديدة ليكي بكل سهولة. كمان سادس خطوة وهي العادة البصرية. زي ما قلنا إن حاسة البصر بتأثر على قراراتنا اليومية، فانتي لازم تجهزي البيئة البصرية عشان الشمبانزي نضعف موقفه. يعني مثلا تحطي كتاب انتي عايزة تقرأيه قريب منك في مكان ظاهر في الأوضة، أو مثلا تروقي دولابك، أو تجهزي اللبس يكون نضيف ومكوي عشان لو عايزة تنزلي، أو تجهزي مصادر الكورس المعين. ده كله بيئة بصرية مهمة جدا زي ما اتكلمنا فيها في الحلقة بتاعت ليه بترجعي لنقطة الصفر. الشمبانزي بطيء في اتخاذ أول خطوة لكن سريع في التأجيل، فانتي بتلغيه بس بسرعة التنفيذ قبل ما يلحق يتكلم أو يسيطر عليكي. أهم نقطة إنك تفهمي إنك مش بتحاربي نفسك ولا بتحاربي الشمبانزي، انتي بتتعلمي إزاي تقودي عقلك مش هو اللي يقودك. وزي ما اتكلمنا في حلقة قبل كده إن عقلنا عنده مرونة عصبية على التغيير. يعني اوعي تقولي لنفسك أنا عقلي كده خلاص هعمل إيه، لأ مستحيل، لأن ربنا مخلقش عقلنا أو مخنا بعبث. العقل فيه مرونة ويقدر يتغير، بس انتي لازم تستمري ولازم تعرفي انك بني ادمة طبيعي دي وقت تقعي وتحبطي وتكوني مش قادرة او خايفة. المهم انك تتعلمي ازاي ترجعي تاني لنفسك، وانك تقومي وتبدأي من جديد مش انك تستسلمي. واعرفي ان اي خطوة انتي بتاخديها حتى لو كانت انك تقومي من على السرير، اعرفي ان ده اكبر انجاز، وانتي مش مجبرة انك تبهري حد او تنجحي عشان حد، يكفي عشان نفسك وبس.